هو أنت نفسك تبقى غني؟ مش غني وخلاص، لأ، غني بعقلك، بطموحك، وبأسلوبك في التفكير. لو بتدور على السر اللي ورا نجاح أغنى الناس في العالم، فخليك معايا، لأن الكتاب ده ممكن يغير حياتك. ملخص كتاب فكر تصبح غنياً. عارف يعني إيه النجاح؟ مش بس فلوس. النجاح هو طريقة تفكير، خطة، وإرادة. نابليون هيل في الكتاب ده قضى 25 سنة بيقابل أنجح الناس في العالم، وطلع ب 13 مبدأ لو طبقتهم في حياتك هتقدر توصل لأي هدف، خصوصاً الغنى. يلا نبدأ مع بعض أهم الأفكار. 1. الرغبة. لازم تكون رغبتك في النجاح مش عادية. عايز توصل؟ لازم تكون جواك نار، نار بتقول أنا مش هقف لحد ما أوصل. 2. الإيمان. آمن بنفسك حتى لو الدنيا كلها مش مؤمنة بيك. الإيمان هو أول خطوة لأي إنجاز. 3. التأكيدات. كل يوم قول لنفسك كلام إيجابي، عقلك هيصدق اللي بتقوله وهيبدأ يشتغل عليه. 4. المعرفة المتخصصة. مش لازم تبقى عارف كل حاجة، بس لازم تبقى خبير في الحاجة اللي بتحبها وتشتغل عليها. 5. الخيال. الخيال هو المكان اللي فيه بتحصل المعجزات. احلم وتخيل نفسك وصلت وابدأ خطوة. 6. التخطيط. النجاح مش بالحظ، النجاح محتاج خطة. خطط، جرب، غير، بس ما توقفش. 7. القرار. الناجحين بياخدوا قرارات بسرعة وبيعدلوها وقت اللزوم، إنما التردد بيموت الأحلام. 8. المثابرة. لو وقعت قم تاني. اللي بينجح مش اللي بيكسب أول مرة، اللي بينجح هو اللي ما بيستسلمش. 9. الفريق. اشتغل مع ناس بتفكر زيك. فريق قوي يساوي فرص أكتر زائد دعم أكبر. 10. العقل الباطني. أغرس جواك أفكار النجاح، عقلك هيشتغل عليها الليل نهار. 11. المخاوف الستة. الخوف هو أكبر عدو، ما تخليش خوفك من الفشل أو الفقر يعطلك. خود التجربة حتى لو خايف. 12. الحاسة الستة. بعد ما تطبق كل المبادئ هتبدأ تحس بإلهام داخلي، إحساس يقودك للصح. الخلاصة، الغنى مش وراثة، الغنى بيتخلق في دماغك الأول. ابتدي النهاردة ولو خطوة صغيرة. انت تقدر لو صدقت.